ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل الجرس واعمل لايك لو عجبك المحتوى. لو انت مش متابعني على الانستجرام هتلاقي اللينك في الديسكربشن تحت. فيلا بينا نبدا. يلا بينا. زمان كان يوم الجمعة يوم مميز جدا جدا. كان المسلمين كلهم بيجتمعوا في المسجد عشان يسمعوا الخطبة الجمعة دي اللي كان ليها أهمية في وحدة وترابط المسلمين اجتماعيا ومعنويا. المفروض ان الخطيب المسلم بيعد صوت مهم قوي في المجتمع، وده لان دوره ان هو يتكلم مع الناس بشكل مباشر. ومش بس كده، ده المفروض ان هو ينقل رسائل هامة. خطبة الجمعة المفروض انها تعالج قضايا مجتمعية متنوعة زي العدل والتسامح والمحبة والتعاون وغيرها من الحاجات اللي فعلا بتخلي فيه وحدة وترابط بين المجتمع. مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. هل عصيانك يمنعك من أن تكون داعيا إلى الله؟ لا، ادعو إلى الله فلعل الذي تدعوه يفعل. انت ما تفعلش، انما اشعت واحد انه يفعل. ومش بس كده، دي المفروض انها بتساعد على تعزيز السلوك الايجابي في قلب افراد المجتمع. طبعا احنا مش محتاجين نتكلم عن سلوك المجتمع في الوقت الحالي وانت تفهم قد ايه خطبة الجمعة مكانتها راحت فين. المفروض ان خطبة الجمعة بتكون منبر مهم جدا جدا لتوعية الناس، ومش بس توعيتهم، ده حتى تعليمهم. المفروض ان الخطيب بيتحدث عن القضايا المهمة المجتمعية في الوقت الراهن. ومش بس القضايا، لا ده حتى المشاكل اللي بتواجه المجتمع. المفروض ان هو بيقدم حلول ومشوره، وده اللي كان المفروض بيساعد في تطوير وفهم الناس وتوعيتهم. ومفروض ان هو دايما بيحفزهم على المشاركه الفعاله في اصلاح المجتمع. ومش بس كده، تعال نكمل. تعتبر خطبه الجمعه فرصه لتبادل الافكار والاراء. طب يا عم انت بيبادلوا الافكار والاراء دي ما بين مين؟ ده يا حبيبي ده المفروض بين الفرد والتاني. يعني انا هحكي موقف حصل معايا شخصيا. كنت رحت في وقت راح اصلي العشاء في مكان ما. بمجرد انا رحت متاخر، كان الامام قال لك السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. ما فيش عقبال ما اتوضيت لقيت لك المسجد فاضي، داخل اصلي، الراجل جوه بيقول لي ايه، يلا صلي بره عشان عايز اقفل الجامع عشان عايز امشي. فلك ان تتخيل ده موقف من بيوت الله، فاهمني؟ وده اللي بيحصل. المفروض الناس بيجتمعوا في المساجد بيشاركوا ارائهم والحاجات اللي مروا بيها عارف اللي هو ايه، زي ما تكون انت واصحابك مثلا قاعدين في قهوه قاعدين بتتكلموا، هي المفروض زي كده، يعني حاجه شبيهه بكده. التواصل والتفاعل الاجتماعي ده اللي بيؤدي فعلا لتعزيز العلاقات الاجتماعيه وتعميق الروابط بين افراد المجتمع. الواحد بيكون في حي او في مكان ما يعرفش الناس المحيطه بيه بسبب ان هم ما بيحتكوش ببعض اصلا. ممكن خطبه الجمعه فعلا كانت بتساعد زمان برضو انها تلهم المسلمين للمشاركه في الاعمال الخيريه. يلا يا جماعه احنا هنعمل حاجه النهارده فيلا بينا نروح. المفروض ده من ضمن مهام الخطيب. كل ده من مهام خطبة الجمعة اللي المفروض ان احنا كنا نفتكر زمان كنا بنروح الخطبة دي احنا عارف اللي هو متلهفين كده على الخطبة. اسمع لي، انا كان ممكن اطول اكتر من كده في الموضوع ده، بس ما حبيتش ان الموضوع ياخد اكتر من الكلام اللي اتقال. خطبة الجمعة المفروض ان ليها دور كبير جدا في بناء المجتمعات المترابطة والمتحابة، وانها بتساعد في تعزيز الفهم وتعزيز القيم المشتركة، وبتعلم الناس العمل المشترك اللي هو احنا في الجامعة او في المكان ده يقول لك تيم وورك، يعني عمل جماعي. المفروض ده اصلا دي من مهام خطبة الجمعة. المفروض انت تطلع ناشئ متعود على الكلام ده اصلا، وان خطبة الجمعة هي الفرصة الذهبية لتوحيد الناس. خطبة الجمعة مش مجرد سكريبت مكتوب بيتقال مرة في الأسبوع. بس كده تكون نهاية الفيديو. عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك. اشوفك الفيديو الجاي. سلام. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.